اللي هي تركيا اللي موجوده في وسط اسيا ديت. الشاهد يا اخي ان انا لا تستغرب ان لو حصل بعد عده سنوات ان تكون الصين مالكه لهذه الدول الخمسه. لا تستغرب. اللي هي تحررت عن من الاتحاد السوفيتي. ليه بقى؟ الصين بتعتبر نفسها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي. هي حامله الفكر الشيوعي، هي القطب الاول في اسيا، هي كذا كذا كذا. كل التاريخ بتاع روسيا استلمته الصين دلوقتي. هي القطب النووي المنافس، هي اللي ضد امريكا. الصين امريكا كذا. كان عامل مقال من كام يوم على او من كام شهر حقيقه على الموقع بتاعي قصه الاسلام islamhistory.com اسمه الصين ام امريكا. خلاص هو واضح المنافسه بين الطرفين دولت. فاللعب ده كله على دول اسلاميه. الصين ممكن تكون مالكه. واحد يقول لك والله يا دكتور انت متشائم. اقول له طب ما تركستان محتله بقى لها 250 سنه ما حدش يتكلم، ده تشاؤم. صحيح. ما فلسطين محتله من قرابه ال 100 سنه. طبعا ما نحسبش 48. فلسطين محتله من سنه 17 ساعه ما الانجليز دخلوا فلسطين. من قبل 48. فمن 17 محتله والناس قاعده عايشه. احنا عايشين بقى لها 90 سنه واكتر محتله واحنا عايشين. 92 سنه دلوقتي فلسطين محتله، انجليز ثم اليهود. وفي لعلنا نتعرض في البرنامج ان شاء الله لبعض المواقف الاخرى، قطع بتنفصل. لعلنا ان شاء الله بعد ما نخلص هذه المنطقه من العالم الاسلامي نتكلم على منطقه اخرى زي السودان مثلا، هنلاقي فيها كوارث حقيقيه. صحيح. يسكت المسلمون فاذا بهم يفيقون فجاه على ان الصين قامت ملتهمه الدول ديت. مين هيتكلم؟ قول لي بالله عليك، لو الصين دخلت على طاجيكستان بكره وخدتها بالسلاح مين هيتكلم؟ مين يرفع صوته يقول لا؟ مين هيطلق طلقه واحده؟ واللي هيتكلم يقول لك هتكلم ليه؟ انا ايه مصلحتي انا هناك؟ يبقى شوف الدول بتفكر ازاي. يعني الكتله الشرقيه بتفكر في ايه والكتله الغربيه بتفكر في ايه واحنا بنفكر في ايه؟ يعني شيء يعني ما زلنا في حاله سبات. محتاجين وقفه كبيره جدا مع نفسنا. احنا ليه بهذا الوضع؟ وزي ليه الكلمه الجميله اللي قالها سيدنا عمر، لما نعطي الدينيه في ديننا. ليه احنا معانا اغلى شيء في الدنيا. محدش معاه المنهج اللي معانا ده. محدش القائد بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم غيرنا. محدش بيعبد ربنا حق العباده الا احنا. مين هم دول الصين؟ بيعبدوا ايه في الاخر؟ مين قائدهم؟ مهما كان ماو تسي تونج. مين ماو تسي تونج؟ قائدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصوره او هذا الوضع لابد ان يفقهه المسلمون، والا وقعنا في كوارث مستقبليه كبيره. يعني معنى كده هل في حاله تضييق بالفعل من الصينيين على تركستان في الحريات الدينيه؟ ده هنعرفه بس بعد الفاصل. طيب مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم فكونوا معنا. طبعا الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ما يعديش كده في كلمة وخلاص وكلام والسلام. لا، ده احنا لازم نتعلم الدرس ونتعلمه ونفوق. وكفاية بقى ثبات، كفاية نوم. الموضوع زي ما قلت لحضراتكم الدكتور راغب بيصحينا على حقائق هي تاريخية ووقائع. يعني شئنا ما بين هي وقائع بالفعل. وشوف الناس بتفكر ازاي، سواء كتلة شرقية او كتلة غربية. بيفكروا يبقى ليهم محاور هنا موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا ما زلنا كل واحد حالة الفردية اللي إحنا عايشين فيها. الصح قال الدكتور، كل واحد بيفكر في نفسه. بس أنا خلاص طالما النهاردة كويس مش مشكلة، إيه اللي يحصل لجاري مش مشكلة. قد كده ممكن ده يبقى ليه عواقب وخيمة جدا في القريب العاجل. صحيح. مش كده ولا إيه؟ صحيح. هي الصين
يعني احنا ممكن نفاجأ انها بقت بحجم الاتحاد السوفيتي القديم قبل ما يتفك، وممكن تكون واكله كل هذا العالم اللي موجود دلوقتي بمنتهى البساطه. الصين تمارس بالفعل الان القهر الديني الشرس على تركستان لما طلعت كلمه حق تقرير المصير، لان غير مسموح انك تقرر لما بدأوا مصيرك. يتكلموا، بالظبط. لما الشعب المسلم في تركستان بدأ يقول انا اهو. الصين عامله نفس النظام اللي كان بتعمله الاتحاد السوفيتي مع الدول الاسلاميه اللي موجوده في جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا، اللي هي اوزبكستان وطاجيكستان وغيره. نفس الطريقه في التعامل، ودي الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم، قال لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. هم دولت. عشان كده انا بقول ان الصين اخطر 1000 مره من امريكا. وامريكا، انا رحت امريكا لا احصي على الاعداد اللي رحت في امريكا، كتير جدا جدا. اتعاملت مع الشعب الامريكي كتير جدا. وانا بقول لك حقيقه قد تزعج بعض المشاهدين ان الشعب الامريكي طيب. تخيل الشعب الامريكي، الشعب العادي، الحكومه بس هي اللي متطرفه حقيقه، متطرفه، يمين متطرف، وتواجه المسلمين بشكل شرس ومخطط ولوبي صهيوني. الدليل ايه؟ في حرب غزه اللي فاتت، نعم، احنا لقينا مظاهرات في قلب امريكا بالملايين. بالظبط. انا اقول لك ان الشعب الامريكي شعب بسيط جدا، شعب تسيره وسائل الاعلام. الجورنال اللي بتاعه، انا كنت اقرا الجورنال استغرب جدا. اخبار بوش او كلينتون او غيره حسب المراحل اللي كنت فيها هناك بتيجي في الصفحه التاسعه او العاشره. الصفحه الاولى فيها، الصفحه الاولى الرئيسيه فيها ان في بلاعه مثلا مفتوحه في الطريق الفلاني فخلي بالك وانت ماشي، فيها ان في واحد قتل واحد هناك على مش عارف ايه في تاكسي، فيها ان تحويل المرور من مسار كذا مسار كذا، فيها ان السوبر ماركت عامل سيل كبير جدا وعرض كويس قوي، فيها ممكن خبر رياضي، ممكن كذا. هي دي حياتهم المحدوده المحليه جدا. هو لا يذكر في هذه الصفحه الاولى اخبار عالميه امريكا مثلا. لا يا ريت عالميه، ولا حتى اخبار امريكا. هو يذكر اخبار المدينه اللي هو عايش فيها، الجورنال بتاع كل مدينه على فكره، كل مدينه فيها جورنالها، يذكر اخبار المدينه فقط. ودي اهتمامات الامريكان. انا مالي انا ومال المدينه اللي جنبي في امريكا، مش هقول لك الولايه، المدينه اللي جنبي. بس اسمح لي يا دكتور، لا ننكر برضه ان عندهم يعني اعلام جيد وصحف اعلام كبيره بالفعل. الفضائيات يعني نيويورك تايمز ليها باع كبير وليها جمهورها كويس، وسي ان ان طبعا ليها برضه ليها جمهور كبير. بس انا قصدي اقول لك ان الجمهور ده اسير ما يقال له في وسائل الاعلام. فده دورنا احنا. يعني انا رحت انا كنت في بنك مره في امريكا، والموظفه بتاعت البنك عرفت ان انا من مصر في الورق اللي بملاه في البنك مصري، فقالت لي مصر، ايجيبت ديت عاصمه افريقيا؟ معقول؟ قلت لها افريقيا مش دوله. المفروض هي على قدر من الثقافه دي. تخيل موظفه يعني بنك يا متعلمه ومثقفه دخلت مدارس وخلصت ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. يعني لو افترضنا في المقابل هنا محاسب في بنك عندنا امريكي ويقول انا اوروبا دوله، يقولوا واشنطن مثلا عاصمه اوروبا. متخيل ان هيبقى شيء ايه الوضع يعني؟ فده وضع، يعني ده وضع عملي انا شايفه بعينيا في الحوار مع الناس. ما حدش يعرف حاجه عن اي حاجه. فلو التلفزيون قال له ان المسلمين دول ارهابيين، خلاص ارهابيين. التلفزيون قال له ان اليهود دولت ناس طيبين، بينتهك حرمات اليهود في فلسطين كذا كذا. الشاهد من كل الكلام دوت ان الشعب، ان الصينيين غير كده. الصينيين فعلا دمويين، فيهم عنف شديد جدا، شيوعيين ملحدين الذين اشركوا، دولت قصه لوحدهم في القران الكريم غير النصارى. فخطورة الصين على العالم الإسلامي كبيرة جدا جدا، وخاصة أن العالم الإسلامي مرعوب داخليا من حاجة اسمها الصين. يعني مارد الأدغال ألقى قمقمة، افتحوا الباب وإلا حطمة. بالظبط. كما قيل عن المارد. أنا أشبه هذا على المارد الآسيوي وهو المارد الصيني. الآسيوي والصيني، هو الصيني بالظبط. فمتوقع ما لم يفيق العالم الإسلامي من هذا الثبات الطويل ويلحق هذه الدول اللي واقفه له كحائط صد اول. محدش هنا في العالم الشرق الاوسط يقول لك احنا مالنا ومال القصه دي، قصه دي بعيده. التتار دخلوا الشام بعد ما كسحوا كل هذه البلاد. ما دخلوش الشام كده، ما نطوش بطياره من منغوليا على الشام او على بغداد، لا، دخلوا الاول على اوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان. دي كلها كانت دول اسلاميه ساعتها،
الدوله الخوارزميه كانت اسلاميه كبيره، خدوها كلها والمسلمين في حالهم هناك عايشين لحد ما ربنا اكرم المسلمين بمصر، بالجيش المصري اللي خرج تحت قياده قطز. ايوه. وحصلت موقعة عين جالوت وانتصر المسلمون في عين جالوت في ارض فلسطين. نسال الله عز وجل ان يحرر ارض فلسطين بكاملها. امين. هذه القضيه لابد ان تلفت انظار المسلمين. الصين عماله تكبر، كل